على بالكم بحبه وربع ميم با تاع البنان وحفنه فقط تاع الفخاز قدرت نحضر هذه الكميه كامل. للامانه الوصفه هذه جبناها من عند مول العصير، يعني اللي يبيع العصير. هيا نبداو بسم الله. هنايا واش عندي ربع كيلو تاع الفخاز ولا 250 غرام تاع الفخاز. عندي كاس وربع تاع السكر العادي. نورمالمون الوصفه هذه فيها 2 كيسان تاع السكر العادي بما يعادل 350 غرام من السكر، لكن انا نقصت. عندي كاس وربع تاع الحليب كونديا، تقدروا يعني تعوضوه باي نوع حليب عندكم. وعطر الفراوله نخلطهم كامل مع بعضهم، نضيف لهم لتر ونصف من الماء، من احسن ماء سعيده هو قال لازم ماء سعيده، وكذلك حليب كونديا. ونتم لكم الاختيار، تقدروا تخدموا بالماء نورمال تاع الحنفيه. هنايا بنتي برك تحبوا شويه فيه الحموضيه، لها شويه من مركز الليمون اللي كنت خدمته معاكم. تقدروا تضيفوا له عصير ليمونه، لكن الوصفه الاصليه ما فيهاش خلاص الليمون. هنايا من جهه غلاف في نفس المقادير ونفس يعني الطريقه نخدموها مع البنان. عندي 250 غرام تاع البنان، جاتني بنانه وربع، تقدر تجيك من غير بنانه واحده تعود كبيره. كذلك عندي كاس وربع من السكر العادي بما يعادل 250 غرام، 250 مليلتر من الحليب، كذلك كاس وربع عطر الموز، ونخلطهم كامل مع بعضهم. ضفت لها كما قلت لكم مركز ليمون اللي نورمالمون ما نضيفوهش، لكن بنتي تحب شويه الحموضيه. نخلط كل شيء مع بعضه ونضيف لتر ونصف من الماء. اذا عندكم هذاك لو بغا ميكسور خلطوا كل شيء مع بعضه. فرد مرات تاعي راه مكسر، خدمت بالربع عادي. برك اللي يحب هذا الجو يكون ثقيل بزاف يدير لتر فقط من الماء. المهم هذه الوصفه تجاريه 100%، جربوها على بالي راح ديروا بها حاله. انتظروا جديد باذن الله. سلام.